السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا دايما ما بحبش اعمل اعلانات. تمام. بس بصراحة وبرضه ده مش اعلان. بس انا جربت اللزق ده وفعلا جميل جدا وعجبني جدا. اهو انا مش عارفة طبعا سعره، بس اعتقد ان هو رخيص. يعني بصوا، هو اسمه الصاروخ اهو. مكتوب ورا ان احنا واحنا بنستخدمه نبعده عن ايدينا وعن بشرتنا. اهو ما كنتش اعرف، زي ما انتوا شايفين كده صبعي. فوانتوا بتستخدموه خلي بالكم، بيلزق اي حاجه وكل حاجه، وحرفيا تحفه. تمام. ومتين جدا جدا جدا. وطبعا لازم نبعده عن ايد الاطفال، يعني واحنا بنستخدمه نخلي بالنا جدا. طيب احنا ازاي هنستخدمه؟ هو دلوقتي اللي انا معايا ده مفتوح، فاحنا بنفك اهو الغطا. الحته دي بتبقى مقفوله زي علبه الكريم او المرهم اللي احنا بنجيبه من الصيدليه مثلا. بنفك الغطا ده، بيبقى فيه سن طويل بنحطه هنا وبيطرقع او بيتفتح. تمام. وبعدين بنركبها وبنشيل الغطا الاسمر ده، وبنبدا ان احنا نصب على الحاجه، نلحم الحاجه اللي هي مكسوره مثلا، او عايزين تركبوها او تصلحوها اهو. هوريكم ازاي دلوقتي، ثواني اهو. تمام. بصوا، هو طبعا مفتوح. قبل ما بيبقى بقى مفتوح دي ما بتبقاش متعاصة. زي ما انتم شايفين كده اهو. هي عملت كده عشان انا مستخدماه طبعا وفاتحه بيها، يعني انا فاتحاه، فهو كده مفتوح. فانا مش عايزه يعني اعمله كده عشان ما يلزقش. بس اهو زي ما انتم شايفين كده. بصراحه هو جميل جدا ومتين. وخليه بس بعيد عن ايد الاطفال، وانتوا برضو بتستخدموه حاولوا قدر الامكان يعني تبعدوا عن ايديكم، ولو الحاجه اللي انتوا هتلزقوها برضو تبقى ايديكم مش عليها. بصراحة حبيته جدا، فقلت اطلع يعني اقول عنه. يعني هو منتج كويس جدا وحلو، واحلى حاجة ان هو ميد ان ايجيبت اهو. يعني فهو منتج مصري، فانا بصراحة بحب ادعم بقى المنتجات المصرية حاليا بعد المقاطعة. فشكرا. دمتم سالمين وبألف خير يا رب.